عاجل يا اخوان. النشامة وين؟ في الدور الأربع. لا 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 لا. مبروك يا أردن التاريخ، مبروك يا من عبرت للمونديال، مبروك يا وصيف آسيا. تأهل مستحق، تأهلت بعرق الجبين، تأهل رغم غياب يزن العرب والتعمري حداد وإصابة أهم لاعب النعيمات. مبروك يا نشمي، أنا بحلم بيك. وفي نصف النهائي مستنيك هاردك للعراق الحبيبة. أسود الرافدين قدموا بطولة تاريخية، يبدو بأن الظروف لم تخدمهم، ولكن الأردن والسعود يدير بديره. البطولة يجب أن تكون لعرب آسيا، يجب أن تكون البطولة سعودية أردنية بحول الله وقوة. لا يكفون ويعطوني. إذا ضيعنا ضربة جزاء والله لحلق شعري على الصفر. إذا ضيعنا ضربة جزاء إلكم شو ما بدكم. إذا الأردن بتضيع ضربة جزاء ألاسن جوكر يحلق شعره على الصفر مباشرة. أتحدى تضيع، أتحدى تضيع. جول الأردن بلدي. يا الله، رغم إصابة يزن العماد 1-0 الأردن على العراق. يا الله يا الله، مش قادر أصدق. بلدي سواها، بلدي سواها يا علي. اول شيء مبروك للمنتخب الاردني وهارد لك للمنتخب العراقي. يا جماعه اللي بدي احكي لكم اياه، عندنا حارس مجنون قسما بالله. ابو ليلى ابدع بالمباراه، وهو اللي انقذ المنتخب الاردني بالدقائق الاخيره. لولا ابو ليلى، يعطيك العافيه يا جماعه. الحمد لله رب العالمين، شكرا ابو ليلى. مبروك للمنتخب الاردني، هارد لك للمنتخب العراقي. المنتخب الاردني الى نصف نهائي بطوله كاس العرب. هاتوا 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 هاتوا. كله تعلم عليه، كله تعلم عليه، كله تعلم عليه. الله الله عليكم يا الأردنية، الله الله عليكم يا النشمية. ألف مبروك من قلب السعودية العظمى لإخواننا النشامة. تستاهلون. النهائي بإذن الله يكون سعودي أو أردني. سما البطولة تكون أول شيء إيش؟ سعودية. إذا ما كانت سعودية تروح لمين؟ أردنية. أهل الأردن اسمحوا لنا في البطولة يا أهل. قول اسمحوا لنا يا أهل الأردن. قلت ترى إحنا حبايب ونسايب. ترى احنا حبايب ونسايب. يلا صفقة الأردن باللعبة حق الله. يلا صفقة. اوه حبيب الأخضر يا سعودي، ما شاء الله. هلا يا سعودي. بإذن الله اللي يفرح، اللي بيفوز في النهائي بنكون معه. أنا أتمنى البطولة تكون سعودية، منتخب بلادي. صح يا سما؟ ولكن إن شاء الله إذا خسرنا عادي. تدعمين الأردن عادي، تدعمين النسايب قولي عادي. يلا سعودية إيش قلنا؟ سعودية. يوم الاثنين السعودية والأردن. كصانع محتوى سعودي أتمنى التوفيق لمنتخب بلادي، ولكن إن فازت الأردن سندعم النشامة في نهائي الحلم. صح يا سما؟ صح. لو الأردن فازوا علينا بندعمهم ولا ما بتدعمينهم؟ ندعمهم. يلا سلام، ويا رب البطولة سعودية. أردنية سعودية أردنية. لا عليكم يا عالم، هاي مش طرد. بالله عليكم، المنتخب الفلسطيني ما انظلم فيها. هاي يا عالم يا ناس مش طرد. اكثر من هيك لقطة شو بدكم؟ الشعب الفلسطيني انظلم امبارح، انظلم اقسم بالله بالحكم. بالله يا شباب احكوا لي، هاي مو طرد؟ يا جزائري يا تونسي يا عراقي يا كل الشعوب، هل تتفقون انه امبارح فلسطين انظلمت؟ هل تتفقون انه هاي اللقطة طرد؟ اذا هاي اللقطة مش طرد شو ضل طرد من كرة القدم يا اخوان؟ المنتخب الفلسطيني امبارح تم ظلمه من التحكيم، والله انا صار اقصاء وكان، ومع هيك ظلوا لاخر شوط الرابع. انه السعوديه كانت تستاهل طرد، اقسم بالله ظلم. كم المباراة اليوم هو نجم اللقاء. كيف فزنا المنتخب العراقي تعبنا. الشوط الثاني ضلوا ضاغطين علينا، اقسم بالله يزن ابو ليلى انقذنا. المنتخب العراقي ضيع 10 اهداف مش بس هدف. يا الله كيف فزنا، مش عارف كيف انقذنا الحارس. اقسم بالله ربنا رحمنا. المنتخب العراقي انا بحييكم تحية احترام على هذا الاداء يا ابطال.
اقسم بالله ارفعوا راسكم فوق، والله انكم ابطال، اقسم بالله مش طبيعيين. بلدنا نصف نهائي كاس العرب، بلدنا نصف نهائي كاس العرب. الحمد لله. هارتك لاخواني العراقيين بكل مكان، احبكم والله، وارفعوا راسكم ابطال، اقسم بالله انكم ابطال، ومبروك لبلدي نصف نهائي كاس العرب. انا مش مصدق والله شو اللي صار، اقسم بالله اكثر مباراة فيها بحياتي. تخيل منتخبك يبقى كسبان بمباراه كبيره جدا ومتاهل لنص نهائي كاس العرب، والمدرب بتاعك يطلع يبكي يقول ان فرحتنا بالصعود وبالمباراه مكسوره. هذه ماشي دموع فرح، يعني فوز وتاهل ما عندوش طعم. مع الاصابه تاع يزن يعني خلفتنا سيئه كبيره. ان شاء الله المباراه المقبله ان شاء الله. بس كمال السلامي، ولكن لاعبي الاردن كلهم خدوا يزن النعمات يحتفل مع الجمهور بعد تعرضه للاصابه ضد العراق. ده كمان اللي خلى اللقطه تتحول من تحيه للجماهير للقطه بكاء يزن النعمات مع جمهور الاردن. طب حبيتها جدا وكانت محترمه قوي كمان، الروح اللي بين النشامه هي اللي وصلتهم لدور نص النهائي. افتكر محطه نص النهائي كمان قدام السعوديه اللي هتتلعب يوم الاثنين اللي جاي، واللي تقدر تتفرج عليها من اللينك اللي في البايو. تكون اخر محطات المنتخب الاردني اللي هيقدروا يتخطوا عقبه السعوديه ويروحوا للفاينل، خصوصا يعني ان عندهم حارس مرمى ممتاز جدا ما شاء الله. لقطه التصدي اللي في الاخر دي خد عليها مان اوف ذا ماتش، خلى لعيبه الاردن كلها تحتفل معاه زي ما انت شايف كده. الحارس ده وكل اللاعبين اللي صرحوا بعد المباراه ان هم زعلوا جدا عشان يزن النعمات، لكنهم دخلوا له بين الشوطين وعدوا ان هم هيتاهلوا من اجله. ضربه جزاء الاردن ضد العراق واللي كسب بيها الاردن احد اعضاء الجهاز الفني للمنتخب العراق، هو تقريبا محلل الاداء، بلغ على طول المدرب ان حارس المرمى يطير في الزاويه دي. كان الذكاء الكبير من مهاجم الاردن ان هو غير الناحيه الثانيه عشان يسجل هدف الفوز والعبور للاردن. انتهت يا عزيزي رسميا واحدة من أقوى المباريات في آسيا عموما آخر فترة، وفي ربع نهائي كأس العرب منتخب العراق بيخسر من منتخب الأردن بنتيجة 1-0 بفوز كبير للأردن إن هم يوصلوا نصف النهائي رغم غياب نص قوة الفريق. قبل ما أقول أي شيء، هارد لك لمنتخب العراق، قدمت مباراة ولا أروع، يمكن دي أفضل مباراة بالنسبة لي، متكاملة من كل الأركان حتى من الروح اللي اللعيبة كانت بتلعب بيها والإصرار. فهارد لك كبيرة لأهل العراق. أما على الجانب الآخر مبروك كبيرة لأهل الأردن الصراحة، أقولها من وجهة نظري منتخب الأردن قدم مباراة دفاعية أنا ما شفتهاش ليه من أول البطولة. منتخب الأردن عودنا في البطولة إنه هجوميا حاجة صعبة جدا، بس أداء دفاعي ده أفضل أداء دفاعي ليه في البطولة كلها. طبعا ألف سلامة اليزن، نص قوة الفريق غابت رسميا، الله أعلم عودته إمتى. إلى الآن الأخبار بتقول إن إصابة صعبة جدا في الركبة وهي رباط صليبي، وده شيء يحزن والله يا جماعة، ده شيء يحزن بشكل غير عادي إن هو يكون سبب من أسباب إن الفريق يوصل للمرحلة دي يغيب عنهم في المباريات المهمة دي. ده أولا. ثانيا لو رباط صليبي كاس العالم انتوا ناسيين يا شباب. فان شاء الله ان شاء الله الخبر ده يكون غلط ونلاقي يزن سليم ان شاء الله، حتى لو مش في بطولة كاس العرب الاهم كاس العالم. لكن لو هتكلم على نجم المباراة من منتخب الاردن اكيد هيكون ابو ليلى. يخرب بيت دي مباراة، اعتقد دي افضل مباراة في مسيرته مع منتخب الاردن. يمكن انا بقول اعتقد، لا مش ممكن يا جماعة، مش ممكن، قافلها خالص. كان بيلعب منتخب العراق لوحده تقريبا الشوط الثاني هو وخط الدفاع، خط الدفاع المستميت، خط الدفاع يا سلامي انت مش ممكن، ما شاء الله عليك يا اخي. هجوميا ممتاز، بالكرة ممتاز، من غير الكوره ممتاز، حتى دفاعيا بالشكل ده انا تقريبا ما شفتش منتخب الاردن بالشكل ده دفاعيا من فتره. يا جماعه منتخب العراق اعذروني هو عمل المستحيل في المباراه انه يخترق، بس ما فيش الفرص المحققه للتسجيل مش كتير، يمكن تتعدى على ايد واحده. على ذكر منتخب العراق علي جاسم، لا يا جماعه مش ممكن والله، جوده تاريخيه. اتمنى منتخب العراق والاتحاد العراقي عموما يهتموا بيه اكتر من كده. اللاعب ده لازم يكون في حته عاليه قوي في اوروبا. من وجهه نظري انا شايف ان هي احلى مباريات ارنولد، بس اللي غاب التوفيق واللمسه الاخيره. اول مواجهه في نصف النهائي هتكون ما بين الاردن والسعوديه. طول عمري علمتكم اني احكي كلمة الحق، ومن الاردن تحية احترام للشعب العراقي والمنتخب العراقي على مباراة قدمتوها كانت مباراة العمر. انا بعترف انه الحظ ما حلفكم، وانكم ضغطونا، وانكم هجمتوا وضيعتوا. لو كان ايمن حسين واللاعبين المش مصابين موجودين بتختلف الامور، وانكم كنتوا اليوم محاربين صراحة. اليوم منتخب العراقي حتى الاردن بيتفق معي من بلدي انهم ضغطونا وخلونا على اعصابنا لاخر دقيقة. يا رجل ما تنفسنا، الشوط الثاني ما لمسنا الكرة، اقسم بالله كانوا مبدعين يا شباب. هارد لك من اردني ومن اعماق قلبي، ارفع راسك يا عراقي فوق، وهارد لك يا بطل، واقسم بالله انك بترفع الراس، والله بحبكم. لماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ أنا الذي فعلت كل شيء، أنا الذي صنعت كل شيء، أنا الذي فزت كل شيء، أنا الكورة اللي تضحك لي، أنا الكورة اللي ضحكتها، أنا الكورة اللي حديتها، أنا الكورة اللي أمرتها. عاجل ورسميا عام 2024 منتخب الأردن يقصي العراق من ثمن نهائي كأس آسيا ويذهب للنهائي. في 2025 منتخب الأردن يقصي العراق من ربع نهائي كأس العرب. وفي 2025 الأردن يذهب بالعراق إلى الملحق ويعبر إلى نهائيات المونديال بشكل رسمي.
خطوة أردنية منذ الأزل. لا يكفل الأردن يحطني. لا 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 تخربون العلاقة. لا يا سعودي جاي قدام وانتم يا النسايب الأردن بداية هاي. خلاص على الصافرة النشامة في نهائي نصف نهائي الحلم. مبروك من أجل هذه يجب أن تفرح الأردن. يا علوان علي فوق يا أردني، علي النعمات يا أبو طه يا زيد يا أبو ليلى يا زيد. الله والله من أجل هذه يجب أن تفرح الأردن. مبروكين بالبكاء يا ابن العراق على المطار. والله تحية كبيرة للشعب العراقي، اخوان واحباب. من بعد المباراة كل لاعبين العراق ولاعبين المنتخب الاردني عم بيسلموا على بعض يا جماعة وكأن شيئا لم يكن، كله ضمن المستطيل الاخضر. ما بعد المباراة كلنا اخوان وحبايب. مبروك للمنتخب الاردني، هارد لك للمنتخب العراقي. حبايبنا واخواننا الاشقاء بتعوضوها ان شاء الله في المباريات اللي جاية. عاجل ورسميا أولى مباريات نصف نهائي كأس العرب بين السعودية والأردن النسائب يوم الاثنين القادم في استاد البيت في 8:30. تعال يا النشمي مبروك التأهل. تعال يا النسائب بإذن الله بإذن الله من قلب سعودي. المنتخب السعودي ثاني نهائي ياخذ البطولة، وإذا المنتخب السعودي ما حقق البطولة النسائب يحققونها. بالتوفيق يا أردن، بالتوفيق الأخضر. أهل الأردن اعذرونا نبغى البطولة والله، لكن إن فزتوا حندعمكم بالنهاية. لا يكفولوا يا ابن بوم 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 يا اخوان. طبعا يا اخوان خلاص رسميا يا حبيبي السعوديه راح تواجه الاردن في نصف نهائي كاس العرب. الاردن يا اخوان فازت قبل قليل، وبكذا نقول رسميا السعوديه والاردن نصف نهائي كاس العرب. يا اخوان هاتوا النشامه هاتوهم، هاتوا النشامه هاتوهم. انا سعودي والله ما خايف من احد قسم بالله. السعودي ما يخاف يا حبيبي، السعودي ما يخاف من اي احد ابدا. وتعالوا يا النشامه تعالوا، اقسم بالله ابيكم. وبكذا نقول رسميا يا حبيبي غياب اللاعب يزن نعيمات عن لقاء السعوديه بدعوى الرباط الصليبي، الله يشفيه ويعافيه يا اخوان. يزن نعيمات لن يلعب لقاء السعوديه ابدا، واللاعب هذا يعتبر اهم لاعب في المنتخب، بس انصاب يا اخوان. الله يشفيه ويعافيه، الله يشفيه ويعافيه. تعالوا يا النشامه تعالوا، اقسم بالله ابيكم. هاتوهم هاتوهم. الله يكون فولي يا حبايب، والتعليقات لكم. الله يسعدكم. بالله عليك تسجلها يا علي.